السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة الأستاذ معشمون في كل مكان المحترمين، وحشتوني كتير جدا جدا يا جماعة. وأشكر كل مشترك معايا في القناة وكل متابعين قناة الأستاذ معشومان على ثقتهم الغالية بيا. ده شخص المتواضع. أنا طالع النهاردة عشان أتكلم في موضوع مهم جدا شفته النهاردة وأنا رايح أعلى في الدور عشان أقعد عليه بالليل، يعني اصطاد. لقيت سمكة عايمة اسمها سمكة السيلفر، لا تقل عن 25 كيلو، عايمة على وش المية. فبسأل يا جماعة إيه اللي حصل في المية؟ قال لك في ناس كانوا بيصطادوا بالسم اللي هم بيرموه في المية، المادة اللي مش كويسة يعني. وناس قالت ان هو ممكن بخنقة الغاز او ممكن بالكهرباء. سواء دي او دي او دي، طبعا حرام وربنا ما يقبلش كده وما يرضاش بكده، لان ده من عدم الضمير. فانا طبعا طالع اقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان ما عندوش ضمير، لان السمك ده اللي بيصطادوه بالوسائل ديت في ناس ممكن تاكله، لان بيطلعوا على السوق وبيبيعوه. فطالع اقول لهم اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في نفسكم، لان ربنا بيحاسب. اوعى تفكر انت هتروح من ربنا، هتتحاسب. فاتقي الله، اتقي الله في الناس واتقي الله في نفسك واتقي الله في ولادك. ما يكونش بكده. اصطاد يا عم، اصطاد بمركبك، انزل عس في المية براحتك اصطاد، لكن ترمي حاجات مش كويسة في المية عشان تجيب سمك وتطلع تبيعه، حرام عليك. اتفرج على الفيديو بعد كلمتي ديت، لان فيديو انا اتصدمت لما شفت السمكة ديت عايمة على وش المية. اتصدمت والله، ودي ما يرضيش ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون في ضمائر الناس إلا من رحم ربي. شكرا. اتفرج على الفيديو. سمكة السيلفر ما شاء الله، وزنها ممكن يعدي 20 كيلو و 25 كيلو، ومية البوهية في السن باللوان، مية مضروبة بالسن. حسبي الله ونعم الوكيل في الضمير الغايب والناس اللي عادة بتستحل الحرام. ديت بقى يا جماعة سمكة اسمها سمكة السيلفر، ميتة ومضروبة بالسم وعايمة على وش المية في مية البوهية السم باللوين، عشان الناس ما عادش عندها ضمير ولا اخلاق. يضربوا الميه بالسم بالماده اللي هما بيرموها الزباله اللي زيهم عشان يموت السمك. سمكة سيلفر حجم كبير، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. يضربوا الميه عشان يلموا السمك ويبيعوه للناس الغلابة تاكل، محدش عارف حاجة، ويجيبوا الأمراض للناس. هو ده الضمير، الضمير الغائب عند الناس وعند معظم الناس بتوع المراكب والأشخاص العاديين. كل واحد دلوقتي بيستحل الحرام وبيحول الحرام للحلال. هي ده يا جماعة سمكة كبيرة خالص اهيت، يعني تعدي 20 أو 25 كيلو، مية البوية يعني. مية البوية كورنيش، ده كورنيش البوية، ده كورنيش البوية.
في عز النهار، سمكة ما شاء الله كانت ممكن تقع في ايد واحد غلبان ياكلها او يبيعها، ولكن للأسف ما عادش في ضمير. إنا لله وإنا إليه راجعون في الضمير. شكرا وإلى اللقاء.